أهلا بيكم كل متابعي قناة سكر جوه. يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. فيديو النهاردة بيرد على سؤال مهم: إزاي أخلي ابني أو بنتي يسمعوا كلامي؟ وشمعنا بيسمعوا الكلام في الحضانة أو المدرسة أو في الدرس وما بيسمعوش كلامي؟ أنا هقول لحضرتك ليه. ببساطة، الفرق بينك وبين مدرسة الفصل أيا كانت وبين الكابتن في التمرين حاجة واحدة بس: الحزم، نظرات العينين الحادة. يعني تعالوا نقول أمثلة. لما يكون ابني أو بنتي من أول عمر السنة، تأكدوا إن هم بيعرفوا إن اللي قدامهم ده آخره إيه، بيفضلوا يوصلوا معاكوا بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة عشان يعرف آخرك إيه. هو أنت من النوع اللي بيقول الكلمة والدنيا تتطربق وكلمتها ما تنساش؟ يبقى أنت تعمل لك حساب. ولا أنت من نوع ماما الغلبانة اللي بتطلع وتنزل على مفيش؟ ده أنت غلبانة، خلاص احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. ولا انتي من نوع الام اللي هتقعد تصوت 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 وفي الاخر سيبك منها وهي كده كده هتنسى اللي بتقوله ده اصلا؟ خلي بالك، ولادنا اذكياء جدا، فاهمين هما بيتعاملوا مع مين. عشان كده وانا بتعامل مع ابني او بنتي اكون موصله لهم فكره ان انا لما اقول لك لم لعبك من على الارض، هي كلمه هتتقال بنبرة صوت قوية، بنظرة عين حادة، من غير انفعال، من غير عصبية، من غير صراخ، من غير شتيمة أو إهانة. ودي المهم. أنا بقولك لم لعبك من على الأرض. تمام، قدامك 10 دقايق، أنا هعمل فيهم حاجة معينة وهرجع هلاقي اللعب اتلمت، يبقى أنت كده عايز لعبك. اللعب ما اتلمتش من على الأرض يبقى أنت مش محتاجها، وأنا هجمعها في كيس وهرميها لأي طفل في الشارع محتاجها. لو انت قلتي الكلام ده وحرفيا انت جيتي لقيتي مش هيلم اللعب، خاصة لو اول مرة تعملي كده، لقيتي مش لامم اللعب، قلتي له شكرا، انا تروحي جايبه كيس اسود من بتوع الزباله اللي انت متعوده ترمي فيهم، هو عارف لونه، وبتبتدي تجمعي فيهم اللعب انت بنفسك. اللعب دي انت مش عايزها، تمام تمام، اطفال الشارع كتير محتاجين يلعبوا مش لاقيين اللعب يلعبوا بيها. هو هيسيبك تعملي كده طالما دي اول تجربة ليكي، هيسيبك تعملي كده عشان يشوف اخرك ايه. انتي في الحالة دي لازم تجمعي اللعب في كيس اسود وترميه فعلا، او بقى يعني عايزة بقى تشيليه، او انتي تقولي له من الاول ان انا هشيله ومش هتشوفه تاني، ايا كان الاتفاق يعني. بحيث ان اللعب اللي انت مش هتلمها من على الارض، اللعب دي مش هتلعب بيها فترة طويلة. لو يعرف انك هتعملي كده فعلا، هيخاف وهيلم اللعب من على الارض. لما اقول لابني اقفل الباب وراك وانت خارج وروح شوف اللي وراك ايه، ما تتدخلش بيني وبين بابا او ما تتدخلش بيني وبين حد كبير ويتكلم، اتكلم الكلمة دي بصوت قوي، نظرة حادة. انا اطلع من المطبخ ما الاقيش صوتك طالع، صوتك ما يطلعش واحنا موجودين، ما تعليش صوتك على اخوك. خلي بالك، نبرة الصوت، نظرات العينين الحادة، الأم اللي البادي لانجوج بتاعتها قوية وأم شخصيتها قوية، ولادها بيعملوا لها ألف حساب، من غير ما هينه، من غير ما اشتمه ولا جرحه ولا ضايقه ولا اصرخ عليه. أنا مجرد أنا بقول أنت هتعمل كذا، ولو ما عملتوش في عقاب كذا. مش لازم عقاب بدني، أنا ما قلتش ضرب، م- م- في حرمانات كتير، ممكن أحرمه من كذا وأحرمه من امتياز كذا وأحرمه من امتياز كذا. كل ده لما طبقه الطفل هيحترم كلمتك، انت قد الكلمة اللي بتقوليها. دمتم في رعاية الله.